إطار المشاركة في مهرجان راس السنة الأمازيغية، كان لي الشرف أن نشارك في المغرب المقام في قاعة الحق القادري في الجديدة. شاركت 3 لوحات من نوع فيغوراتيف. اللوحة الأولى كتعبر عن الفروسية المدنية، حاولت نخرج فيها شي شوية من النمط ديال الفروسية العادية. هذه اللوحة سميتها مطاردة، كانت لي جوج فرسان هاربين وفايتة عليهم، فيها شوية ديال الحركية، ألوان زيتية على القماش. بالنسبة للوحة الثانية هذه ألوان مائية، سميتها تأمل. هذه الصورة كنت خديتها في مهرجان الفرس في المدينة الجديدة وحاولت نطورها، وستايل ديال الفارس الطريقة اللي جالس فيها حاولت ندخل فيها بعض الطيور المعروفة في المغرب، الطائر الدوري على أساس أنه كيتأمل فيه. ألوان مائية على الورق. واللوحة الأخيرة فيها واحد لوحة أمازيغية من نواحي وزازان في قرية بن حدو، حتى هي ألوان زيتية على القماش، كتعبر على المباني القديمة ديال جنوب وزازان في الطبيعة المغربية في جنوب وزازان. كتبنا هذه اللوحات من الإعجاب ديال الزوار، وشكرا على المقيمين والقائمين على هذا الموقع. بارك الله فيكم على مجهودك. السلام عليكم، معكم بدر بن هند فنان تشكيلي من مدينة الجديدة. لكل الصور واحترام وتقدير للمهرجان الوكالة للثقافة والفن باحتفال بهذه السنة الأمازيغية. وحنا كفنانين الدور ديالنا هو أننا نرسخوا هذه الهوية في لوحات، وكل فنان بالطريقة ديالو وبلمسة ديالو وبأسلوب ديالو. وهذا هو الهدف من هذه المهرجانات، هو الالتقاء مع مجموعة ديال الفنانين، تبادل الأفكار والتجارب. وأنا كذلك شاركت بهذه لوحتي، واحدة منهم حاولت أن نجسد هذا الموضوع الثقافي في هذا الرجل اللي هو أمازيغي اللي عنده بزاف ديال التعابير. لاحظنا حتى في الوجه ديالو كيبان لك فعلا انه كاين داك الالم وكاين داك المعاناه اللي كيعانيوها، وفي نفس الوقت كيبان لك حتى في الملامح ديال هذا الرجل كتبان لك انه البراءه والطيبوبه والاخلاق اللي كيمتاز بها. وتحيه الشكر والتقدير لكم، وهذه فرصه سعيده اننا المشاركه ديالنا في هذه اللوحات، ونتمنى ان هذا الاعجاب ديالكم، وشكرا. السلام عليكم، زهور مناني فنانة تشكيلية، رئيسة جمعية الديوانية للمقصورات، مديرة مهرجان ألوان دكالة الجديدة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا المعرض الجماعي من داخل مهرجان دكالة للثقافة والفن الذي يترأسه الصديق والأخ مشعل المساوي بمناسبة ترسيم السنة الأمازيغية كعطلة رسمية بالمغرب. هذا المعرض الذي يضم نخبة من الفنانين من مدينة جديدة ومن مدن أخرى. صراحة كان عنده صدى جميل. نتمنى هذه التظاهرات بمدينة جديدة تشرف وما تكونش هذه الأخيرة. نتمنى لكم سنة سعيدة تدخل علينا وعليكم الصحة والعافية، ونتقدم لكم بجزيل الشكر. السلام عليكم، معكم نورة الجاري من مدينة جديدة، فنانة تشكيلية. سعيدة بالمشاركة ديالي في مهرجان الألوان الأمازيغية للثقافة والفن اللي منظمه المهرجان الدولي لدكالة. دونك شاركت بدو تابلو اللي كيجسدوا المرأة والرجل الأمازيغي العصريين واللذان يحافظان على الثقافة الأمازيغية في نفس الوقت، اللي عبرت على الثقافة الأمازيغية من خلال اللباس ديالهم. وسعيدة جدا بالمشاركة ديالي، وسعيدة بلقاء فنانين آخرين، وشكرا جزيلا لمهرجان دكالة على هذا التنظيم. السلام عليكم، وشكرا للجمعية الإسلامية وتحت لنا هذه الفرصة باش نشاركوا في مهرجان دكالة لاحتفال بالسنة الأمازيغية. وكانت بالمناسبة أننا شاركنا بعدة لوحات اللي كتمثل الثقافة الأمازيغية كمرأة بالزي الأمازيغي، كنقش النقوشات الأمازيغية، لوحات تعبر عن الموروث الثقافي الأمازيغي. شكرا للصاهرين والقائمين على هذا المعرض، شكرا للمشاهدين. السلام عليكم، السيد القادر فنان تشكيلي وفنان فوتوغرافي ومصور صحفي. جينا هنايا بالمناسبة ديال السنة الأمازيغية، وهي بعض الأعمال ديال
شاركت بالمجال ديال فن التصوير، وهنا كاين شي صور كتعبر على هذا المجال ديال السنة الأمازيغية. وفي نفس الوقت أنا كاين خوتي معرض ديال اللوحات ديالهم، وعملنا واحد المزج بين الأعمال ديال التشكيل وفن الصورة باش نعطيو واحد صبغة جديدة للمجال الفني. وكنتمنى قاعات يتحلوا في وجه الفنانين لأن جديدة بدات كتعرف واحد التراجع على المستوى الفني نظرا لقلة القاعة في الفن التشكيلي. كان في الجديدة كانت تبارك 3 ولا 4 قاعات خدامين، دابا ما كاين حتى قاعة. إلا القاعة كنشكر السي عبد الواحد القادري، هذا المكتب ديال القادري كنشكرهم على هذه الجهود اللي معنا وفتحوا لنا باب نعرضوا فيها، كنشكرهم بزاف. تسعدني المشاركة في هذا المعرض الفني بجانب مجموعة من الفنانين المتميزين بالمدينة والإقليم. شاركت ب3 لوحات كولاج أو أعمال كولاج بتقنية مختلفة، حيث وظفت الخيط أو النسيج باعتباره جزء أو مكون أساسي في الثقافة الأمازيغية وبالنسبة للمرأة الأمازيغية التي جعلت منه موردا للدخل من خلال صناعة بعض الزرابي وبيعها في السوق إلى آخره. وهذا الكولاج في الحقيقة يصعب أن نقوم بالتعبير أو بشرح العمل، لأن ذلك سيقوم بحد التصورات حوله. لذلك أترك المجال للزوار ليكتشفوا، ولكل واحد أن يقوم بتفسير انطلاقا من خلال. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الأخوة والجمعية الإسماعيلية على هذا الإجابة على هامش الموازاة مع مهرجان هو مهرجان ديال الثقافة الأمازيغية، مهرجان الأمازيغية للثقافة والفن. الأعمال الذي مضيت الآية هذا محمد أمين الزادي والأعمال الأخرى للآية الزادي، أعمال هي مختومة بتقنية الرسم الرسوم تحت إشراف فنان ديالنا الفنان الكبير السي عبد السليم الأزهر. عاد بحال المشاركة الثانية ديال هذا الأعمال كتعود تاريخ 2018 بحال آية وأمين مكيحفظوش دونك تعلق بالدراسة، وكنعاودو كنجدو الشكر للجمعية الإسماعيلية فيها شخص رئيسي وشخص كاتب ديالها ونشكر عليه. نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم كما نجح الملتقى نجح التقرير. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى تطلع. حبيبي 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 على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى لقد فنيت روحي عليك سبابة، فما أنت يا روح العزيزة سامع. حبيبي حبيبي وغيرك إن وافى فما نادر إليك، وغيرك إن وافى فما نادر إليه، وإن نادى فما أنا سامع فما أنا سامع. حبيبي تدللت حتى رق لقلب حاسد، أنا تدللت وعاد عزولي للهوى ليشافع. وإن تتفضل يا
عفوك واسع يديك